السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسم التعادل السلبي بدون أهداف. أحداث مباراة منتخب سوريا ضد نظيره منتخب أوزبكستان، والتي جمعتهما مساء السبت باستاد جاسم بن أحمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023. بهذه النتيجة يحصد منتخب سوريا النقطة الأولى به في المجموعة الثانية، محتلا وصافة الترتيب بالتساوي مع أوزبكستان، بينما تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل الهند بدون رصيد من النقاط. جاء تشكيل سوريا كالتالي: في حراسة المرمى أحمد مدنية، الدفاع ثانر كروما، أيهم أوسو، مؤيد العجان، عبد الرحمن ويس. في الوسط خليل إلياس، إيزيكيل العم، محمود الأسود. الهجوم عمار رمضان، إبراهيم هيسار، بابلو صباغ. وتعد هذه المباراة هي الثانية على الإطلاق التي تجمع بين منتخبي أوزبكستان وسوريا في كأس آسيا، حيث نجح الأخير في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى 2-1 في النسخة عام 1996. يملك منتخب سوريا سجل سلبي في المباريات الافتتاحية التي خاضها في بطولة كأس آسيا خلال النسخ السابقة، حيث حقق انتصار وحيد بالإضافة إلى 3 تعادلات. تلقى هزيمتين ليكون التعادل اليوم هو الرابع له في المسابقة في المباريات الافتتاحية لكأس آسيا. يملك منتخب سوريا سجل سلبي في المباريات الافتتاحية كما ذكرنا التي خاضها في بطولة كأس آسيا خلال النسخ السابقة، حيث حقق انتصار وحيد فقط بالإضافة إلى 3 تعادلات. تلقى هزيمتين ليكون التعادل اليوم هو الرابع له في المسابقة. يتأهل إلى الدور التالي الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث. ستكون فرص المنتخبات العربية كبيرة بعد تواجد 10 منتخبات عربية في كأس آسيا 2023. انطلقت بطولة كأس آسيا 2023 أمس الجمعة بمواجهة منتخبي قطر ولبنان، على أن تقام المباراة النهائية في 10 فبراير 2024 على ملعب لوسيل في قطر. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.